السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ الأول هنصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ معايا ايه؟ رز أبيض كده. قلت ايه؟ بقالي فترة أنا ببقى أحب أعمل الكفتة يا جماعة وأحطها في التلاجة، أخزنها في الكاس وعين. فما عادش عندي، فقلت هطلع بقى أعمل شوية رز حلوين بتكفيني فترة يعني. فبعمل دي مقادير كمية يا جماعة، يعني قول قيمة 3 كيلو رز. معايا بص بقى جزر، معايا طماطم، معايا بصل، معايا فلفل، معايا كيلو لحمة. ومعايا هنا بقى ايه، هنقول برضو قيمة كيلو ذرة. الذرة ده ذرة طري يا جماعة، الذرة اللي هو اللي احنا بنشويه بناكله، دي اللي اسمه الفريك، بنعمله فريك. دي ذرة سليمة بنحطها على الكفتة، على الرز واللحمة، وتتعمل بيبقى طعم الكباب بقى اللي هو الكبيبة. آه، الغمراوي اللي بيقولوا عليها، هي دي الكبيبة، دي مقادير الكبيبة الغمراوي. احنا عندنا بنسميها كبيب عادي. ومعايا بقى كمون وكزبرة وفلفل اسمر وبهارات لحمة، واللي انت عايزاه بقى حطيه، بس هي احلى حاجة يعني الكمون والكزبرة والفلفل الاسمر وبهارات اللحم. هنضيف بقى كل مقاديرنا كده بقى، الجزر والفلفل والطماطم. وايه معايا بقى البصلة بتاعتنا، اقطع معايا بقى ايه 5 بصلات حلوين كده او 6 بصلات حلوين كبار، اقطعهم تقطيع بقى كده شرايح او حلقات. اهم حاجه يعني ما تكونش يعني ايه كبيره، بشكل عشوائي قطعي اي شكل بقى، اي حاجه. كده انا ضفت الفريك كمان في الاول وقلبت مع الرز، بس المقطع ده ما جاشي. قلبت الفريك مع الرز، وبقى تعالى بقى نضيف الحاجه بقى بتاعتنا واحده كده، زي ما ايه، زي ما انتوا شايفين. كده بقى ايه، قطعت كده كله، انزل معايا بقى كيلو لحمه. ما يكونش يا جماعه فيه شغط او دهن او حاجات زي كده، يا كيلو الكيلو اللي انتوا شايفينه معايا ده احمر برضو، عشان ايه؟ انا معلش بفرمها بره عند الناس بتوع المكن بتاع اللحمه وفرم اللحمه، فعشان ما يبقاش فيها شغط او حته دهن توقف له المكنه بتاعته. فانا بقى هقلب الكميه دي، هنزل بقى بالكمون والكزبره والفلفل الاسمر. ومعايا بقى لسه في حاجه هنا انا نسيت اقول لكم عليها، بس هضيفها الوقت قدام منكم. ضيف الملح، ومعايا التوم. انا برضو لسه ما ضفتش التوم يا جماعه. اقلب بقى كده التقليبه حلوه كده. اه، التوم. معاكي بقى ايه راس توم كبيره كده، لان طبعا دي كباب ومعايا كميه. راس كبيره كده تكون توم تقشرها، تكون بقى صحيحه، دي انا كنت لسه مطلعاها من الفريزر. في ايه، حطي بقى وما تستخسرش. طبعا قلبت كله كده مع بعضه يا جماعه، انا ما عنديش مفرمه لحمه، فطبعا خدتها وفرمتها وجبتها زي ما انتوا شايفين بقى شكلها بقى. احنا بنعشق الكفته دي يا جماعه، وعموما الشعب المصري كله بيحبها. زي ما انتوا شايفين كده، كببها بقى كده، تكببها طويلة، تكببها صوابع، اللي انت عايزاه. انا بقى ايه كده اقوم حطها في اكياس، طبعا هطبخ منها برضه وهوريكم، لازم انا اوريكم برضه. انا بحطها، كل واحدة بتحط على قد الكمية بتاعتها، انا يا دوبك الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين صغيرة كده على قدنا. وتفردي بقى، تقطعها ببعضها وافرديها وسويها عشان ما تاخدش معاكي مكان في الفريزر، زي ما انتوا شايفين كده. بقوم احطها في الاكياس كده، والتكه التكه اضغط عليها، افردها، اخليها ايه سوت بعضها كده ما تاخدش مكان. تعالى نعمل كمان كيس. زي ما انتوا شايفين، وناعمه وحلوه. خلي خليه يفرمها لكم وشين عشان ما تفرطش منكم في السليق. اضغطي جامد، اخرجي الهواء اللي في الكيس واضغطيه وخليها يعني ما تاخدش مكان معاك، الفردة دي ما بتخليهاش تاخد مكان معاك خالص في الفريزر. في ناس بقى يا جماعة بتعملها بقى بكذا طريقة. في ناس بتعملها كور وتعملها كفتة وتحمرها في الزيت وتعينها كده جاهزة، زي الكفتة اللي هي بتاعت الصوابع اللي هي بتاعت الطبيخ دي. لا، انا بحطها كده واطلع على طول اكبب واسلق. زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش معايا وقت بصراحة.
ولو كانت المفرمة موجودة كنت فرمتها قدامكم ان شاء الله، يعني ما نبقى نجيب مفرمة نوريكم. كده عملتهم قدامكم اهو، قلت ايه لازم أنا ادوقها بقى، اعمل صينية لان احنا بنحبها جدا. عملت صينية على قدنا وايه، وهسلقها واوريكم بقى بنعملها ازاي. تاخديها بقى كده الاكياس دي كده ونحطها في الفريزر، تفضل عندك بقى زي ما انت عايزة بقى تحت ايدك. جالك حد، جالك عزومة، جالك اي حد، بتطلعها على طول. هنا يا جماعة معلش يعني كده انا سلقتها، بس اقول لكم انا سلقتها ايه. معايا مية على البوتاجاز، معايا 2 مرقة دجاج، فلفل اسمر، كمون، كزبرة. معايا طماطمية بقى بتخرطها قطع صغير بس على البوتاجاز تغلي، تقوم ساقطة الكفتة فيها. هو غلطة مني ان انا ما جبتلكوش المقطع دون، بس ان شاء الله هنبقى نعملها تانية مرة تانية في التفاصيل بتاعتها برضو قدامكم. هنا بقى معايا بيضة، اربها كده بشعرة فلفل اسمر او شوية دقة لو عندك دقة يعني. الدقة ده عبارة عن كمون، كزبرة، فلفل اسمر، شطة، بهارات لحمة، اي حاجة عندك اللي انت عايزة تحطيه حطيه، دي اسمها دقة. طبعا بقى كده ابل في البيض واقلي. طعمها بصراحة انا بعشق عشق كده. الكفتة دي ده شيء اساسي اصلا، كمان اوقات يعني على طول تلاقينا نطلعها جنب الفراخ او جنب اللحمة عاملة محشي كده، بتطلعي جنب الاكل، هي اساسي. شوفوا بقى شكلها بعد ما طلعت. شوية بقى كزبرة كده او شوية بقدونس، وبالهنا والشفا حبايب قلبي.